السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد مع محمد العاص. النهارده يا صديقي هنشرح ازاي تنزل ملف او مشهد كامل من على فريبيك وتبدا تجهزه على الانستريتور عشان تبدا تحركه في الافتر افكت. طبعا الموقع اسمه فريبيك زي ما انت شايف كده، ده افضل موقع بيبقى عليه ماتيريال الشغل بتاع الموشن. تعالى يا صديقي بقى نشوف ازاي هننزل وازاي نعمل سيرش وازاي ننزل ملف صالح ان احنا نشتغل عليه موشن. اول حاجه يا صديقي عندك هنا اوبشن ان هو بيقول لك اختار انت عايز تنزل الحاجه دي صوره، عايز تنزلها فيكتور، عايز تنزلها ايكون، عايز تنزل فيديو كده يعني. فانت بتبدا تختار ان انت عايز حاجه فيكتور. تمام، فيكتور دي عشان تبدا تفصلها على الانستريتور وتبدا بعد كده تحركها على الافتر افكت. وبعد كده يا صديقي بتبدا تختار فري. تمام، طبعا زي ما انت حابب، لو انت مثلا تقدر تشتغل بالبريميوم مفيش اي مانع، بس هو الفري بيقضي الغرض في البدايه يعني. تمام، بعد كده يبقى اول حاجه بنختار فيكتور وفري، وبعد كده بنبدا نعمل سيرش. يعني انا ممكن اعمل سيرش مثلا اعمل مثلا وورك بالمنظر ده وبعدين انتر. بالتالي بيطلع لك مشاهد زي ما انت شايف كده، بيبقى شكلها جميل جدا وبتعبر عن الحاجه اللي انت بتبحث عنها. يعني انت دلوقتي لو عملت سيرش مثلا كتبت اي حاجه هنا، شوف انت مثلا المشهد بتاعك بيتكلم عن ايه، فبتبدا تعمل سيرش عنه هنا. بعد ما تعمل طبعا الاوبشن دي، تمام، بعد كده بتبدا تختار المشهد اللي انت عايزه. انا مثلا اشوف اختار المشهد اللي انا محتاجه، فهختار مثلا المشهد ده. بعد كده هبدا ان انا اشوف ده المشهد اللي انا اخترته، هبدا اعمل له داونلود من هنا وبعدين فري داونلود. بعد كده هننزله اهو، نزل على طول. تمام، طبعا يا صديقي انت الملف بينزل لك مضغوط. طبعا انت لو رحت مثلا في الداونلود دلوقتي تبدا تفتح كده، تلاقي هنا في الداونلود نزل لك في الداونلود اهو، تبدا تفتحه تفك الضغط بتاع الملف بالمنظر ده. فبعدين هيفتح لك بقى ايه، هيفتح لك الملف بتاعك بالشكل ده. انت معاك 5 ملفات بالظبط. في الغالب ساعات هيجيب لك الملف ده يا اما الملف ده، والاتنين ينفعوا مفهومش اي مشكله. اي واحد فيهم هينفع يشتغل معاك مفيش اي مشكله. فاحنا دلوقتي هنبدا نستخدم اللي هو الانستريتور ده على طول. طبعا انت مجرد ما بتفتح البرنامج وتنزله فيه هو هيشتغل، ولكن لو عايز تفتحه مثلا عادي ممكن تفتحه مثلا بالشكل ده، تضغط عليه مرتين فبيبدا يفتح لك البرنامج على طول عشان يظهر لك الافكت اللي انت عايزه. بيبدا يفتح معاك على طول عشان يبدا يظهر لك المشهد اللي انت عايزه فيكتور. تمام، فبالتالي يا صديقي بيبدا ينزل معاك المشهد بالشكل ده. ولكن احنا بنعمل حاجه قبل ما نستخدم المشهد او قبل ما نعدل فيه اي حاجه. اول حاجه انت بتشوف انت عايز مقاس البروجكت بتاعك بتاع الموشن يبقى مقاسه كام. احنا حاليا هنشوف الطريقه التقليديه اللي احنا بنفك بيها الليارات ونقدر نغير بيها الالوان. حاجه بدائيه جدا خالص، مش لازم يكون حد محترف بيشتغل فيها يعني. تمام، اول حاجه يا صديقي ان انا بشوف انا مثلا عايز البروجكت بتاعي يكون مقاسه 1920 في 1080. فبالتالي هفتح فايل وبعدين اعمل نيو فايل من هنا، وبعدين احدد الملف بتاع 1920 في 1080. او لو مش عندك الملف تقدر تكتب الملف من هنا المقاسات بتاعتك وتقول له انت مثلا لو عايزها ريلز هتضغط هنا، عايزها مثلا فيديو عادي هتضغط هنا. تمام، وبعدين تعمل كرييت، فبيبدا ينزل لك الكومبوزيشن او اللير بتاعتك المشهد بتاعك بالمقاس اللي انت عايزه. فانت دلوقتي لو بدات تفتح المشهد بتاعك القديم اللي انت عايزه هنا، وهنبدا نحدد ده كله كده، او نعمل كنترول A وبعدين نعمل كنترول C ونروح هنا نعمل كنترول V. فبالتالي ينزل لك المشهد معاك، تبدا بقى تظبطه على مقاس الايه، على مقاس ال 1920 في 1080 بالحجم ده، بحيث ان هو يبقى مظبوط على قد حجم الكومبوزيشن ويبقى شكله مناسب. بتبدا تظبطه كده، مثلا انا اكبره كده، اشده كده شويه، اعتقد كده كويس، حلو قوي كده بقى شكله زي الفل. وكده المشهد بتاعك بقى شكله مليان خالص. دلوقتي اقدر بقى ازاي؟ انا دلوقتي زي ما انت شايف، بص هو كده فاصل لك الليارات عن بعضها، كل لير من معاك من دول مفصول عن التاني خالص. ده اللي احنا عايزينه في الموشن، ده اللي احنا بنحتاجه في الموشن. طيب اقدر افصل يعني دلوقتي انا عايز اغير، خلينا في الاول بدايه،
اغير اللون بتاع المشهد بتاعي. انا مثلا معايا الوان براند معينه بشتغل عليها وعايز اعدل على اللون بتاع المشهد هنا اخليه بنفس لون البراند. طيب يا صديقي بسيطه خالص، انت ممكن تبدا ان انت تحدد. خلينا نعرف ازاي هنغير. هو هنا بيديك الحاجه فيكتور مفكوكه، يعني زي اكنك انت اللي راسمها. فانت بتبدا مثلا تحدد الماوس اللي هو ده، تمام، عشان ده اللي بيحدد كل لير لوحدها. لكن لو انت واقف على الماوس ده وجيت تمسك كده هيمسك لك ايه؟ هيمسك لك الكومبوزيشن كامل، فاهمني؟ اهو، يعني مش هيحدد لك لير لوحدها. يعني انا مثلا عايز امسك اللير دي واللير دي لوحدها، اللي هي الايد والقميص. لكن انت لو جيت تمسك يعني مثلا الوش، حتى لو جينا نمسكه يطلع كله مع بعض. لكن انا دلوقتي عايز احدد لير واحده، يعني انا عايز احدد العين دي مثلا، مش هيرضى يحددها لي. فبالتالي بمسك الماوس ده وبعدين هكبر وبعدين هبدا احدد كده، اشوف بتتحدد لوحدها، اقدر احركها زي ما انا عايز. برضو نفس الحوار هنا، تمام. فانت الماوس اللي هو اللي اختصاره ايه، اللي هو ده اللي بتقدر تحدد من خلاله اللير لوحدها عشان تقدر تغير لون. طيب انا دلوقتي عايز اغير اللير دي، لا مش اللير دي مجرد حاجه شفافه فوق لير، فانا هغير اللير اللي تحتها دي، تمام. فانا هبدا احددها كده وبعدين طبعا بيجي لك اللون هنا، تمام. تبدا يا باشا بص تغير زي ما انت عايز، غير في اللون زي ما انت حابب. ممكن تعمله كده اهو غير نفس الموضوع، مفيش اي مشكله خالص، تمام اهو. طيب انا معايا الوان معينه وعايز اغير للالوان دي. انا مثلا معايا الوان معينه، خلينا نرجع لمكانه، تمام، وعايز اغير لون الالوان بتاعتي دي لحاجه معينه في دماغي، او معايا اكواد معينه للالوان عايز اغيرها. فيا صديقي بتبدا تخش مثلا تجيب الالوان بتاعتك اللي انت شغال عليها. يعني مثلا انا لو دخلت جبت الالوان بتاعه المشهد ده، بتاعه البروجكت ده، دي الوان البراند بتاعتي، وهبدا انزل الصوره بتاعتي كده واصغرها اهو. طبعا هو بيصغر ويكبر من خلال ان انت بتبقى مختار الماوس اللي فوق مش اللي تحت. اللي تحت ده اللي بيحدد اللير لوحدها، بيحدد كل لير لوحدها. لكن اللي فوق ده تقدر تكبر وتصغر منه، بيتحول معاك كده، ماشي. نفس الموضوع بيبقى مرن معاك وبيبقى سهل، وكمان بيحدد لك الكومبوزيشن كامل يعني، تمام. طيب انا كده نزلت الالوان بتاعت البراند بتاعتي، عايز اشتغل من عليها بقى، تمام. هبدا امسك اللاير دي واسحبها كده. طبعا هو ماسك لي اللاير كلها الكومبوزيشن، لكن انا هحدد الماوس الثاني ده اللي اختصاره ايه، وهبدا احدد اللاير دي واجيب الاداه دي وابدا احدد اللون اللي انا عايزه. احدد اللون ده، احدد اللون ده، احدد اللون ده، احدد اللون ده. في طريقه ثانيه وهي ان انت طبعا بيبقى معاك كود اللون اهو، ماشي. تبقى معاك كود اللون تبدا تستخدمه مثلا. يعني انت مثلا لو معاك مثلا انت عايز تغير اللون ده، فبتبدا تحدد اللاير وبعدين بتفتح وتكتب الكود بتاعك هنا عادي جدا لو انت معاك الاكواد وعايز تشتغل بالاكواد. ولكن لو عايز تغير زي ما انت شايف كده، فبتبدا تغير من الدروبر، تبدا تمسك الاداه دي وتختار اللون اللي انت محتاجه، اي لون بقى في الدنيا خالص، زي ما انت شايف البراند بتاعك بيبقى على اساس ايه، وتبدا تغير اللون على اساسه، تمام. بعد كده خلينا نرجع دي مكانها كده زي الفل. يبقى احنا عرفنا ازاي كده بنغير لون اللاير، ازاي بنغير اللون بتاعت اللاير. يبقى ازاي نغير الوان البراند احنا عرفنا كده. ممكن برضو نحدد زي ما احنا قلنا كده، نحدد كل الالوان اللي احنا محتاجينها. دي طرق بدائيه جدا تقدر تتعلمها عشان تقدر تشتغل بيها كشكل بدائي لو انت عايز تعمل لنفسك مشهد وتشتغله انت من غير ما يبقى فيه بروجكتات لو انت في البدايه. فانا مثلا حددت الحاجات اللي هي شبه بعضها في الالوان وبعدين قمت جاي مغيرها بالشكل ده كده مثلا اهو. ولكن انا عايز اللاير اللي ورا دي تكون نفس اللون اللي انا اخترته هنا اهو. شايف يعني ايه الدنيا بتبدا تمشي معاك بقى، وتبدا تغير في الالوان زي ما انت عايز لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايزها، تمام. طيب انا كده غيرت الالوان. بعد طبعا ما تغير الالوان وتخلص تعديل الالوان بتاعك، بتبدا تمسح اللاير من هنا، تمام. وبعدين هتبدا تمسك اللاير بتاعتك دي كده. انا عايز دلوقتي افكك اللاير بحيث انها تبقى موجوده معايا في الافتر افكت. انا مثلا عايز المايك ده، عايز المايك ده لوحده، تمام.
عايز المايك ده يبقى لوحده، عايز اللاير دي تبقى لوحدها، وعايز الدراع ده لوحده، وعايز الدراع ده لوحده كده يعني. تمام، عايز الدراع ده لوحده مثلا. يبقى انا دلوقتي لو عايز الدراع ده لوحده، وعايز الدراع ده لوحده، وعايز ده لوحده كده، وعايز ده لوحده كده، بحيث ان انا ابدا احركهم كلهم. فبالتالي هعمل ايه؟ تبدا يا صديقي تفتح بانل هنا اسمها لاير. تمام، البانل دي بيبقى موجود جواها، هي بتبقى عباره عن جروب موجود جواها الليارات بتاعه المشهد اللي قدامك متفككه تماما. فانت بتبدا تضيف ليارات، كرييت نيو لاير من تحت، من هنا تحت عندك هنا تبدا تضيف ليارات كتير. ماشي، وبعدين تبدا تفتح الجروب اللي عندك ده وتبدا تختار. انا مثلا عايز ابدا اشوف من فوق. تمام، اشوف دي اللاير بتاعت ايه، دي المكتب، هبدا افصلها في لاير لوحدها. ولكن يا صديقي في حاجه مهمه جدا لازم تبقى فاهمها، وهي ان اللايرات هنا لازم تكون بنفس الترتيب فوق. يعني انت لما تفصلها لفوق لازم تكون بنفس الترتيب. فانت اهم حاجه عندك يا صديقي ان انت تبدا ان انت تحدد اللاير بتاعتك يعني على حسب الترتيب بتاعها برضو. تمام، زي ما الترتيب يقول لك. يعني انا مثلا انا عندي اللاير اللي انا طلعتها فوق دي كانت اعلى واحده هنا، كانت اول واحده فوق هنا، بحيث ان انت ما تلخبطش اللايرات. يعني انا مثلا لو جيت لخبطت اللاير، حطيت الراس دي تحت اللاير مثلا بتاع دي، فالراس مش هتبان معايا، فاهمني؟ فانت لازم يكون الترتيب بتاعك برضو على حسب الفصل بتاعك. فانا فصلت هنا، حطيت المكتب في لاير لوحده. تمام، هبدا اشوف مثلا اللاير دي بتاعت ايه، دي بتاعت الخط بتاع المايك ده، فانا مش عايزها كده، وده اللي بعده، وده اللي بعده. فانا عايزهم هما والمايك كلهم يبقوا لاير واحد. فانا هبدا اشوف المايك فين، المايك فين، المايك مع الايد دي. تمام، هبدا افصل، هشوف بس الاول الايد اللي قبلها، طبعا هي ملهاش علاقه بالايد التانية، فانا هبدا افصلها، احطها فوق خالص برضو كده اهي، تبقى بالشكل ده لوحدها. وهنحط الثلاث خطوط دول في لاير لوحدها. فبالتالي ده هيبقى شكلهم، هيبقوا هم كلهم في لاير، والدراع اللي مع المايك في لاير. وهبدا افصل الراس برضه احطها في لاير كده بالشكل ده كده اهو. وبعد كده الظل بتاع الراس ده هخليه على الرقبه. يعني فين الرقبه؟ ده اللابتوب. تمام، هنفصل برضه اللابتوب في لاير، ولكن هسيب لاير هنا فاضيه عشان احط فيها الرقبه والحاجات التانية. يعني عندي اهو دي ودي الرقبه، هبدا احط الجسم والرقبه في لاير واحده اللي هي دي بالشكل ده، هيبقى معايا كده. شوف، عشان برضو انا حطيت الجسم فوق اللابتوب، فاللابتوب ظهر تحت الجسم ما ظهرش معايا، فهبدا اسحبه واحطه فوق اللاير هنا. طبعا انت لو سحبت اللاير وجت عملت ازرق على عريض كده، خط ازرق عريض على اللاير الثانيه كده، انت بتقول له حطها لي جوه اللاير، ولكن انا مش عايز احطها جوه اللاير، انا عايز احطها تحت اللاير. فبستنى لحد ما يبقى في خط ازرق كده، وبعدين بسيب اللي انا عايزه. يعني انا هي كانت هنا، فهبدا اسحبها احطها فوق هنا واسيب. هي دلوقتي طلعت فوق اللاير بتاعت الجسم فظهرت معايا. حلو قوي يا صديقي، يا رب يكون الموضوع واصل لك وتكون فاهم الفكره كويس. تمام، هبدا انزل الظل بتاع الراس ده برضو على الرقبه عشان يبقى معايا بالشكل ده. تمام، حلو قوي يا صديقي. هبدا بقى يا صديقي افصل، لسه معايا الدراع ده احطه في لاير لوحده اللي فيه الكافيه اللي فيه القهوه، واحط الدراع التاني اللي فيه النود ده اللي هو ده لوحده، والدراع التاني برضه اللي هو ده اللي تحت فيه الموبايل ده لوحده. تمام، والتروس دي اللي هي اللي زي التروس دي احط كل واحد منهم لوحده، عشان انا ببقى مخطط في دماغي ان انا هعمل لهم روتيشن، فانا بالتالي هحددهم واشيلهم عشان انا هعمل لهم روتيشن، هيبقوا بيلفوا. تمام، فانا ببقى محدد الحركه برضو وانا بفصل. دلوقتي الليارات اللي انا كنت عاملها خلصت، فهبدا اعمل ليارات تانية بالشكل ده. تمام، وابدا افصل، هحط المسج دي في لاير، وهحط الخط اللي هو ده هو والقلوب في لاير مع بعض، هقوم جاي محددهم الثلاثه حاططهم في لاير، واحط المسج دي برضو، لا اللي هي المسج دي ودي والثلاثه دول هحط منهم كل واحده في لاير عشان احرك كل واحده لوحدها، اعمل لها سكيل او حاجه بالشكل ده يا صديقي. فبقى معاك كل حاجه حرفيا في لاير. طبعا لو معاك لايرات زياده يا ريت تمسحها قبل ما تروح الافتر افكت، لو تبدا تحددها كده او تعمل ديليت من تحت من هنا.
تمام. عندك اللاير دي بقت لوحدها، ودي بقت لوحدها، ودي بقت لوحدها، ودي تبدا تشيك كده على الحاجه بتاعتك قبل ما تخلص، تتاكد ان انت الدنيا معاك تمام اهو. تمام 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 زي الفل. كده بقى معاك اللاير كامله، الليارات كامله، كل لاير في مفصول. كده انا فصلت اللايرات بتاعتي وظبطت اللايرات بتاعتي زي ما انا عايز. وكمان خلي بالك انت لو عايز تفصل الحاجه اكتر من كده هتعرف تفصلها. يعني انت لو عايز تفصل الموبايل ده لوحده في لاير عن التليفون هتعرف تفصله، عن الايد هتعرف تفصله، وهكذا في كل حاجه. كل حاجه انت تقدر تفصلها لوحدها. تمام. طبعا انا ما عنديش باك جراوند فهبدا احط باك جراوند، او ممكن تبقى تحطها في الافتر افكت عادي، بس انا هحطها هنا اهي بشكل بسيط. وهغير اللون بتاعها، هخليها ابيض مثلا، او هاخد اللون مثلا من خليها كده ابيض، او مثلا غامق شويه يبقى بالشكل ده. ولكن هي دلوقتي فوق اللاير اللي كانت ورا الكاركتر بتاعي، هي هنا اهي. تمام تمام. فهبدا اعمل كرييت نيو لاير جديد وانزلها تحت خالص، وبعدين اسحب فيها الباك جراوند بالشكل ده. تمام. فبقى معايا المنظر بالشكل ده. يعني انا ممكن مثلا احدد اللاير دي واعمل لها كده، واقوم جاي مغمقها او مفتحها شويه، هغمقها اكتر شويه كده بس زي الفل يا صديقي. بقى معانا المشهد بشكله لطيف وشكله زي الفل. غيرنا الالوان بتاعته على حسب البراند، وبدانا فصلنا كل اللايرات بتاعتنا. وكمان تقدر ان انت لو عايز تسمي اللايرات بتاعتك عشان لما تروح هناك تبقى مميزها، تبدا تضغط على اللاير مرتين هنا، وتبدا تسمي مثلا انت عايز دي تسميها مثلا رأس، دي الراس، وتبدا تسمي مثلا ده الجسم. تمام. وتبدا تسمي ده مثلا اللابتوب. تمام. وتبدا تسمي ده الدراع اللي فيه القهوه، ممكن تسميه مثلا القهوه. ماشي. ممكن تسمي، طبعا انت بتضغط مرتين، ده تسميه نوت مثلا. تمام. وده ممكن تسميه اللي هو موبايل، اللي هو الحاجه المميزه اللي في الدراع يعني. وده طبعا هتسمي واحد منهم بس تروس، واللي تحتيه هتبقى عارفه، هتبقى عارف ان دي الترس التاني والتالت. هما بينزلوا هناك برضه في الافتر افكت بنفس الترتيب ده. تمام. بس يا صديقي تبدا تغير. انت خلاص خلصت حاجتك كلها كده، انت مش محتاج اي حاجه كده. ده يعتبر ده كل اللي يتعمل في الالستريتور عشان تبدا تحرك بيه. كده احنا غيرنا الوان البراند بتاعتنا، على غيرنا الوان المشهد على حسب الوان البراند، وظبطنا فككنا المشهد على حسب ان احنا عايزين نحركه ازاي، وغيرنا مقاس الكومبوزيشن عشان نبدا يبقى على حجم نفس الكومبوزيشن بتاعي اللي في الافتر افكت، عشان الجوده بتاعته ما تبوظش معايا. بس يا صديقي بتبدا تعمل فايل، تعمل سيف از، وتبدا تحفظ اللاير بتاعتك في المكان اللي انت عايزه. تمام. وتسميه بالاسم اللي انت عايزه. تعمل ده المشهد الاول مثلا، وبعدين تعمل سيف. بس يا صديقي الموضوع كده خلص خالص. كل اللي انت عايزه في الانستريتور كده خلص، ما عدتش انت محتاج اي حاجه تاني. تمام. هتبدا بقى يا صديقي تفتح الافتر افكت بتاعك اللذيذ. بس يا صديقي بتبدا تفتح الافتر افكت زي ما انت شايف كده. تمام. تبدا تنزل البروجكت بتاعك فيه عادي جدا. هتبدا تشوف مثلا انت حاطط الملف بتاعك ده فين. انا مثلا حاطط الملف هنا، هبدا اسحب الملف بتاعي. هبدا اسحب افتح مثلا. انتوا عارفين طبعا ان انا بقدر انزل اي بروجكت في الافتر افكت بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا ممكن اضغط في البروجكت في البانل بتاع البروجكت مرتين، وبعد كده احدد مكان اللاير بتاعتي. ماشي. وبعد كده ابدا اعمل الاختيار اللي هو كومبوزيشن لاير سايز، وبعد كده اعمل امبورت. تمام. او ان انا اسحب اللاير نفسها جوه الافتر افكت مباشره من غير ما اعمل اي حاجه. تمام. فبتنزل معايا على هيئه ملفين، واحد بيبقى فيه الملفات بتاعتي كامله، والكومبوزيشن بتاعي اللي هو اصلا بيبقى فيه كل حاجه مظبوطه اللي انا هشتغل عليه. فانت بتبدا يا صديقي تعمل نيو كومبوزيشن، وبعدين بتسمي الكومبوزيشن بتاعك. وزي ما انت عارف بقى الافتر افكت بيمشي الدنيا فيه ازاي. وهبدا مثلا احدد المده بتاعتي. انا عايز المده هنا تبقى 10 ثواني، فهبدا اخلي دي 0 واخلي دي 10. تمام. وبعدين نعمل اوكي. وبعدين يا صديقي ابدا انزل الكومبوزيشن بتاعي تحت بالمنظر ده. فانا كده الكومبوزيشن بتاعي نزل معايا نفس الالوان بنفس الجوده، جودته ما شاء الله جودته زي الفل. لو ما كناش غيرنا المقاس قبل ما نعدل هناك في الانستريتور ما كانش هيبقى بنفس الجوده دي.
تمام. فبتبدا تفتح الالستريتور، فبتبدا تفتح المشهد اللي هو الكومبوزيشن بتاعك بالشكل ده. فبتلاقي نفسك انت معاك الليرات كامله مفصوله، ما فيهاش اي مشكله زي ما انت شايف اهو. كل لير مفصوله لوحدها اهو، كل حاجه مفصوله. تبدا تحرك بقى يا باشا زي ما انت عايز، الدنيا معاك زي الفل اهو. كل لير لوحدها، كل لير مفصوله زي ما انت فصلتها هناك بالظبط هتلاقي. تمام. بس كده يا صديقي. بس تقدر بقى بعد كده ان انت تقدر تعمل بروجكت كامل، تقدر تعمل اي حاجه زي ما انت عايز. انت عندك كل حاجه مفصوله لوحدها اهي. تقدر بعد كده تشتغل بقى لو انت عايز تعمل بروجكت كامل من غير ان ما يبقى بروجكت مثلا يكون غير مدفوع. فبتبدا تنزل البروجكت كده، بتبدا تعمل شوف مثلا حد يكون فويس اوفر لسه بادئ برضه، وتبدا تشتغلوا انتوا الاثنين سوا، تعملوا الفويس اوفر وانت تعملوا الموشن، بحيث ان انتوا تطلعوا البروجكت كامل مع بعض، وتقدر تفصل اي حاجه زي ما انت عايزها من هنا بالشكل ده. تمام. فده يا صديقي كل اللي انت بتحتاجه في الستريتور تبع الموشن. اي حاجه انت محتاجها عشان تشتغل في الموشن جرافيك، انت كموشن جرافيك مش محتاج تعمل اي حاجه في الستريتور غير كده. ده كل اللي انت محتاجه هناك في الستريتور. اليومين دول بس الدنيا ملخبطه شويه عشان انا عندي امتحانات وكده، فالفيديوهات قليله عشان اليومين دول شويه، ولكن ان شاء الله الفتره الجايه نبدا نرجع الفيديوهات تاني، وهيبقى في فيديوهات احسن واقوى. وباذن الله برضو في خطه قريبا ان احنا ممكن نعمل كورس موشن كامل، ولكن هيكون مختلف عن اي حاجه انت شفتها قبل كده باذن الله. اتمنى يعجبك واتمنى تكون استفدت. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان تشوف كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.